صباح الخير. ايوه انا لسه صاحي النهارده يوم الكسل العالمي. المهم، في مثل كده استوقفني دايما بنقوله من زمان قوي، بيقول لك تعرف فلان؟ يقول لك اه. تروح قايل له سافرت معاه؟ يقول لك لا، يبقى ما تعرفوش. بما معناه ان انت عشان تعرف حد لازم تسافر معاه بره، لازم تشوفه بره في السفر والغربه بيبقى عامل ازاي. فسؤالي الاولاني، هل السفر ده يشمل الاقاليم واسكندريه والساحل وكده، ولا السفر ده معناه بره مصر؟ اصل لو معناه بره مصر يبقى انا كده مش هعرف صحابي، لان انا اصحابي كلهم فقر. انا عمري ما اتخيل في حياتي ان حد مثلا من صحابي هيصحى في يوم من النوم كده، وليد بقول لك إيه، ما تيجي نطلع مثلا فرنسا، ما تيجي نطلع ايطاليا. يعني انا اصحابي حدود خيالهم مثلا لو من التجمع يروحوا زايد يروحوا اخرهم يوم بالدنيا وبيهرونا ستوريز الساحل الشمالي مثلا، والحته بتاعت اللي هي بقى دهب والكلام ده. فلو بقى الكلام ده يشمل الاقاليم، طب ما حضرتك كده انا هضطر اقطع مع كل اصحابي. انا سافرت مع اصحابي سفريتين السنه دي، منهم واحده رجعنا متخانقين، والتانيه سافرنا ثلاثه رجعنا اتنين، مش عشان واحد مات ولا غير، لا، زهقنا سيبناه هناك رميناه. انت كلب، انت مش هترجع مع انت، احنا اخرنا معاك هنا، احنا بنسافر الساحل نقطع مع بعض ونتخانق ونرجع. انا اصحابي من النوعيه اللي هم فاهمين ان الساحل عباره عن حاجتين: نوم على الرمله واكل. يعني حتى مش بيوصل بيه النشاط ان هو هنزل البحر عم، لا، انا رايح اترمي على الرمله زي البفتيك اللي بيتبل ده، زي البفتيكه اللي بتتحط في الرده. هو رايح يترزي على الرمله في سخونيتها او في وات ايفر، وهاكل. خياله بقى ما يجيبش ان الساحل فيه حاجه تانية. انا بخلص مع اصحابي عندي فومو وانا في الساحل. يعني انا في الساحل عندي فيرو في ميسنج اوت، برجع الاوضه بتاعتنا، بفضل قاعد فيها بقلب في ستوريات الناس، الاقي حفله للويجز، حفله لرمضان، حفله مش عارف مين، حفله هنا، الاقي مطاعم، الاقي جيت سكي، الاقي مراكب. ودلوقتي في نظام جديد اللي هو بتاع الطيارات اللي بتطلعها فوق، وانا ببص لصاحبي الاقي لسه رمله البحر على فخدته، حتى كسل يستحمى. انا اصحابي من عفانتهم بينزلوا البحر قبل البول عشان مستخسر يبذل مجهود في الدش، فبيروح البحر يطين ويرمل ويجي يتنقع في البول، حاجه نوع من انواع السانيتايزر. انا هنضف بالبول عشان الدش فوق ما يطولش معايا. اخر مره بقلب في الاستوريهات كده، انا كنت قاعد وهما اتنين بيعوموا في البسين كده قدامي، انا قاعد بقلب في الاستوريهات وشايف واحده نعرفها في العالمين بتنط من الطياره بباراشوت. ببص على اصحابي لقيتهم بيتخانقوا ان هم كانوا بيلعبوا بيتسابقوا نفس. انا بكلمك عن واحد عنده 35 سنه وواحد عنده 33 سنه، بيتخانقوا ان واحد فيهم غش، وهم بيلعبوا نفس في البول اللي هو عمقه كله على بعضه متر ونص مش 2 متر، اللي هو انت لو وقفت كده اصلا تبقى الميه هنا في 20 سم زياده مثلا. ببص عليها لقيتها نازلاني من طياره وبتنط وبتطير. والساحل السنه دي مستفز عن السنه اللي فاتت. الساحل السنه دي بقى كله بالانجلش، وانا لما بلاقي حاجه اسمها بالانجلش كده بتوتر. من اول ليمونتري لريتشوال مش عارف، كلهم بي وكلهم حاجات. احنا في حته بعيد، انا مرمي في البول مع اتنين بيتسابقوا نفس. حضرتك لازم تراعي الناس دي. اعملوا الستوريز دي كلوز فريندز وطلعونا احنا منها، لكن ما تنزليليش انت ستوري وانت بتنطي من طياره وانا قاعد بتفرج على محمد وعاطف. واحد اسمه عاطف بصيف مع واحد صاحبي بندهله عاطف، مع احترامي لاي حد اسمه عاطف، لكن ده مش اسم مصايف، ده مش اسم تصيف بيه. البنات بتقول له تيفا، انا مش هينفع اندهلك تيفا، يعني دي قصه تانية. انا ببص على محمد وعاطف الاثنين بيتسابقوا نفس، واحده بتنط من طياره وانا قاعد اعمل كده. ونيجي بالليل يا جماعه طب نطلع، طب ما تيجوا نطلع. لا، احنا نروح نقعد بقى في كرسي على البحر. يعني انت الصبح كنت نايم بفخدتك على البحر، بالليل عايز تقعد على كرسي على البحر. تمام، اعمل كده يوم، لكن ما تجيبنيش 4 ايام. ده المنظر، ما خلاص هنزهق. ما هو انت لو قعدت تاكل شوكولاته كل يوم هتكره الشوكولاته. ما حد يفهمهم. فانا هو سؤال واحد عشان ما بقاش باثقل عليكم في هذا الفيديو. اللعين وتعرف فلان اعرفه سافرت معاه، لا يبقى ما تعرفوش. هل ده يشمل الاقاليم؟ لان انا كده هضطر ان انا اعيش وحيد، اعيش جزره في طبق لوحدي، او اروح بقى اتعرف على بينطوا من طيارات ما اعرفش، اتبركب جنبها طياره وانزل جنبها ابص لها باي باي. هعرفها ازاي دي وهي بتنزل من طياره؟ ازاي وصل خيالنا ان احنا هننط من طيارات وفي اتنين لسه بيتسابقوا نفس؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهم الناس اللي بتتسابق نفس في البول دي عايزه ايه. انتوا بتتحدوا بعض على ايه؟ مين رئته اكبر؟ مين قدرته في مين مش هيموت الاول؟ مين فيكم مش هيفيص الاول؟ كبار قوي، كبار قوي على اللعب ده يا جماعه، كبار والله العظيم عيب. يلا انا هسيبكم بقى اروح اشوف اللي قاعد بفخدته على البحر ده وارميه في البسين عشان ما يطينليش الاوضه.